يا كوتش انا بعمل دايت وماشيه كويس جدا في الجيم ومش بخس. اكتر كلمه بتخوفني وعامله لي نايت مير. ليه مش بنخس؟ ليه بنعمل كل حاجه مظبوطه ومش بنخس؟ محتاجين نرجع بالزمن لورا شويه ونتكلم على 3 محاور اساسيه. هي التحاليل، الدايت، والتمارين. في تمارين بتزود في الوزن، وفي دايت بيكون فيه سعرات كتير شريره ومش باينه، وفي تحاليل لو ما عملناهاش غالبا وزننا هيثبت ومش هنخس. تعالي نتكلم أول حاجة إيه التحاليل اللي لازم نعملها في الأول علشان نعرف لو في عندنا أي حاجة عاملة بلوك للتخسيس. يعني في مجموعة من التحاليل لو ما عملناهاش ولقينا وزننا ثابت طول الوقت، ده بيكون إشارة قوية جدا إن في عنصر فيتامين أو معدن ناقص في جسمنا. مجرد ما هنكمله بس من مكمل غذائي خارجي إحنا هنخس من غير ما نعمل أي مجهود. زي إيه؟ أول حاجة الغدة الدرقية. أي حد عنده خمول في الغدة الدرقية ووزنه بيثبت ومش بيخس. تاني حاجة نقص فيتامين د. تالت حاجة نقص الحديد، ودي حاجة مش مشهورة. لو حد عنده أنيميا غالبا مش بيخس، ده لأن الأنيميا بتتسبب نقص الأكسجين في الخلايا، والأكسجين هو المسؤول عن الحرق، وبالتالي بيحصل كسل وخمول للبني آدم وبيحصل كسل في الحرق بشكل عام. رابع تحليل هو الكورتيزول، وكلنا دلوقتي بقينا عايشين نمط حياة سريع، متوترين، متعصبين جوه البيت وبره البيت. الكورتيزول كل ما بيعلى كل ما الحرق بيقف، لأن الكورتيزول بيتسبب إن الجسم بيخزن مية، بيفضل طول الوقت يخزن مية. فأنتي ممكن تكوني مش زايدة في الوزن لكن أنتي جسمك فيه مية كتير جدا. رابع وخامس تحليل بيتعاملوا مع بعض هو الصوديوم والكالسيوم. الصوديوم اللي هو تحليل الأملاح، ومشهور جدا إن أي حد تلاقيه وشه منفخ أو جسمه منفخ ممكن يكون السبب إن جسمه فيه مية لكن ما فيهوش دهون. نفس الكلام في الكالسيوم، نقص الكالسيوم في الجسم بيتسبب إن الحرق بيقف. آخر تحليل معانا هو تحليل دهون الكبد. الكبد ليه دور مهم جدا في الميتابوليزم أو الحرق. كل ما تراكمت الدهون أكتر في الكبد كل ما حصل مشاكل في الحرق. بعد ما نعمل التحاليل دي تعالوا نروح للجزء التاني وهو الدايت. ومش هكلمكم في الدايت عن المعلومات البديهية بتاعت كلي بروتين وقليل نشويات، هكلمك عن حاجات شريرة جدا في النص ما بناخدش بالنا منها. السعرات الشريرة. ايه هي السعرات الشريرة؟ السعرات الشريرة دي هي السعرات اللي بتدخل وسط يومنا، سعرات عالية جدا في صورة مش باينة. زي ايه؟ اكبر عدو ليا في فصل الشتاء مع كل متابعيني هو الهوت شوكليت. خرجنا يا كوتش وشربنا هوت شوكليت ووزني ثابت الاسبوع ده، يا ترى ليه؟ ده عبارة عن الراجل قال لي ده دارك شوكليت يعني مفيهوش حاجة. تعالي اقول لك بقى ايه مكونات الهوت شوكليت وفيه كام سعر حراري. الهوت شوكليت فيه سكر بودرة، لبن بودرة، كريم شانتيه او ويبد كريم، والقليل من الدارك شوكليت. الكوباية دي فيها ما لا يقل عن من 400 ل 500 سعر حراري، ما يقرب من تلت سعراتك في اليوم انت خدتيه في كوباية هوت شوكليت، وانت متخيلة انك خدتي حاجة مفيدة وفيها خلايا جذعية. لكن في الحقيقة لما بناخد الهوت شوكليت من بره غير لما بنعمله في البيت الغلبان اللي هو عبارة عن الكاكاو المر بتاعنا وعليه شوية لبن سكيمد أو خالي الدسم وشوية سكر. ده تاني حاجة الصوصات. كتير بناخد سلطة بره عشان احنا عاملين دايت، واللي ما تعرفيهوش ان كل الصوصات والاضافات اللي بتتحط على السلطة مليانة سعرات، مليانة سكر، ومليانة نشويات. اخر حاجة الكاتشب واي حاجة منكهة للطعم بيكون فيها ملح صيني. الملح الصيني ده فيه كارثة كبيرة جدا، بيفتح الشهية جدا لانه بيلعب على كيمياء المخ، فبيخليكي تاكلي زيادة عن احتياجك وانتي مش واخدة بالك. ده غير ان هو بيخزن ميه في جسمك. والحاجه البديهيه اللي المفروض نكون كلنا عارفينها ان احنا نكون بنحسب سعراتنا. يا ترى انت عارفه ايه سعرات الحرق وسعرات الثبات بتاعتك؟ والموضوع بسيط، انت مش محتاجه تروحي لحد يطلع لك سعرات الحرق بتاعتك. الموضوع دلوقتي بقى اسهل من كده بكتير. اي ابلكيشن هيقدر يحسب لك المفروض عدد السعرات اللي تاخديها في اليوم هتخليكي تحرقي عن طريق انك بتدخلي له سنك ووزنك طولك ومستوى الحركه بتاعك، بتتمرني او مش بتتمرني، والتمرين بتاعك خفيف ولا متوسط ولا تقيل. في الحاله دي هيطلع لك كم السعرات اللي المفروض تاخديها خلال اليوم. اخر حاجه في الاكل محتاجين كلنا نبدا نثقف فيها هي ان احنا نبدا نعرف السعرات الحراريه في كل حاجه. مش كل حاجه مفيده
هي مناسبة للدايت. يعني مثلا كلنا عارفين ان زبدة الفول السوداني صحية والمكسرات صحية، لكن تعرفي ان ال 100 جرام فول سوداني فيه 600 سعر حراري. كذلك المكسرات هي مفيدة جدا ودهون المفروض كلنا ناخدها، لكن الفكرة كلها في الكم. لازم ناخد اي حاجة صحية بالكم اللي المفروض ناخده خلال اليوم. ندخل بعد كده على التمرين. ليه اغلبنا بيحس ان وزنه بيزيد مع التمرين؟ الحقيقة إن فعلًا التمرين بيعلّي الوزن. هتقولوا لي إزاي؟ هاقول لكم إن بمنتهى البساطة تمارين المقاومة بتشتغل على إن هي بتزوّد لِك كتلة العضلات، فلمّا هتيجي تُقفي على الميزان هتلاقي نفسِك زايدة، بس أنتِ في الحقيقة زايدة عضل مش زايدة دهون، والفرق كبير جدًا وده بيبان بمجرد النظر. هتلاقي أبعاد جسمِك اختلفت تمامًا، وده لإن كيلو العضل قد كده، لكن كيلو الدهون قد كده. فما تخافيش لو بتلعبي رياضة وطلعتي على الميزان لقيتي وزنك زايد، ده شيء طبيعي ومنطقي جدا. وعشان تطمني انك ماشية صح يبقى الافضل نعمل ان بادي، ما نعتمدش على الميزان المنزلي البسيط.